لو قلت لك مفاسا ايه اول حاجة هتيجي في دماغك؟ هتقولي لما بسمع الاسم ده بترعش. مفاسا تاني مفاسا 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 مفاسا. أنا محاط بشلة متخلفة. ليه الضباع بتضحك على طول؟ وهل ده ضحك اصلا؟ وايه سر العداوة الشديدة بينها وبين الاسود؟ الضباع وخصوصا الضبع المرقط عنده صوت ضحك او ما يسمى بالجيجل كول. الصوت ده بيطلع لما بيكون الضبع متوتر او بيحذر منافس او في اكل هو بيقول ان الاكل ده بتاعي هنا. يعني الصوت اللي فاكرينه ضحك ده لغة بين الضباع. ومش بس كده، بعض الدراسات بتقول ان ضحكة الضبع بتكشف مكانته في القطيع، حالته النفسية وشدة الجوع اللي هو فيه. واحيانا بيبقى الضحك ده تحذير قبل ما المعركة تبدأ. الضبع وتحديدا الضبع المرقط هو مجتمع عمومي، ملكات مش ملوك. وومن. الانثى هي الاكبر الاقوى والاعلى رتبه من اي ذكر. مش بس كده، الانثى هي اللي بيبقى اسنانها اقوى وزنها اكبر وعدوانيتها اشد من اي ذكر. وده السبب ان الضباع ليها قدره تسيطر على فرائس اكبر منها زي الجاموس والظباء وحتى صغار الاسود. لو عندك بقى صراع اسطوري في عالم الحيوان هيبقى بين الاسود والضباع، وده بسبب ان الاثنين بيدوروا على نفس الاكل، نفس المنطقه، نفس النفوذ. وصحيح ان الاسد اقوى من الضبع في الجسم، لكن الضباع بتعتمد على العدد الكبير، تنسيق الهجوم، التحمل العالي، قوه فك عاليه. ده هم دول اللي اتقال فيهم الكتره تغلب الشجاعه. والغريب ان الضباع بتسرق اكل الاسود وساعات الاسود بتسرق اكل الضباع. يعني الموضوع حرب حرفيا. الضباع مش بالغباء اللي احنا متصورينه. بعض الدراسات بتقول ان الضباع عندها ذكاء اجتماعي قريب من ذكاء الشمبانزي، بيعرفوا يحلوا مشاكل اجتماعيه وبيفهموا الاشارات الصوتيه بينهم وبين بعض بدقه عاليه. وده السبب ان ضحكتهم مشفره ما نعرفهاش، بس ضحكه واحده بس وراها معلومات وكلام كتير. الضباع بتعيش من 12 ل 20 و25 وفي الاسر ممكن توصل ل 30 سنه. وزن الانثى بيبقى من 60 ل 80 كيلو جرام، الذكر بيقل شويه. ومده حمل الانثى بتبقى اكتر من 3 اشهر 110 يوم، وبيوصل لسن البلوغ من 2 ل 3 سنين. والقطيع الواحد ممكن يوصل ل 80 ضبع. فالمره الجايه لما تشوف او تسمع صوت ضبع بيضحك اعرف ان هو بيقول في اكل هنا، في هجوم جاي، او يمكن يبقى في مفاسا تاني مفاسا 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 مفاسا.